هاي، النهاردة الجمعة 1 مارس، وحبيت أشارك معاكم today's thoughts. يا جماعة، حاسة ان انا بقالي كتير ما عملتش كده حلقة هادفة كده وليها معنى. يعني حاسة ان انا بقالي كتير، كل اللي بشاركه هو يومي وشوية حاجات كده، يعني اللي هو تفاصيل ملهاش لازمة. بس النهاردة I was thinking أنا اتعلمت ايه الفترة اللي فاتت، لأن بقالي فترة I'm procrastinating جدا 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 ومش بجورنال. فأنا عادة برضو في الجورنال بتاعتي بكتب يعني اللي أنا اتعلمته كده من الحاجات اللي أنا بكتبها. المهم، فمن الحاجات اللي أنا اتعلمتها بالذات في الكام يوم اللي فاتوا دول، في الأجازة اللي فاتت، إنه الدنيا مش هتقف على حد. والله العظيم ما هتقف على حد، ولا حتى عليكو ولا عليكي ولا عليك، أبدا أبدا، no matter. بغض النظر عن قد ايه غلاوتكو عند الشخص أو الناس دي، عمرها ما هتقف عليكو، أقسم بالله. ماشي، أحلف لكم كمان مرة. ماشي، فدي حاجة أنا أدركتها أول مرة بصراحة أدركها. أنا كنت عارفاها، بس أول مرة أدركها كده، فاهمين؟ واحسها بجد experience، يعني عايزة اوصف لكم كلمة أدركها قوي، فاهمين؟ بس المهم انا عشتها يا جماعة، عشتها، والموقف بجد كان علم فيا قوي. كنت اتكلمت من حلقتين تقريبا على ان عيلتي كانوا عايزين يروحوا الفيوم او اسكندرية قبل ما نيجي، تمام؟ قبل ما انا اسافر لهم. هم كانوا اوريدي كلهم سافروا واتجمعوا في مصر، ومفروض انا الوحيدة اللي كانوا مستنيني. فماما كانت قالت لي، يعني انا بحكي الموقف تاني عشان I don't think انه اللي هيسمع دي هيكون سمع اللي فاتت. المهم، فماما كانت قالت لي انه يا جنى بصي، اخواتك عايزين يسافروا كده قبل ما انت تيجي، فنقي انت عايزه تروحي معاهم، عشان هما هيسافروا حاجه من الحاجتين دول، يا الفيوم يا اسكندريه، هيسافروها قبل ما انت تيجي. فقلت لها ايه، سفر من غيري؟ لا طبعا، استنوني لما يجي وهنسافر الاتنين، both of them يعني. بس فطبعا ده ما ينفعش، ان انا اصلا قاعده في مصر، انا كنت مسافره 4-5 ايام بس، فطبعا ما كناش هنلحق ان احنا نسافر الاتنين، وده كان عبط، واينو ان هو عبط، بس انا I don't care. يستنوني يعني يستنوني، حاجه زي كده سفر. انا بالنسبه لي لا، نسافر سوا، مفيش حاجه اسمها كده. المهم، قعدت طبعا اتابع معاهم كل يوم، هي سافرتوا هتسافروا are you planning ان انتوا تسافروا، مش عارفه ايه، لا لا يا جنى ما تقلقيش كده. المهم رحت سافرت لهم. اول ما وصلت عرفت ان هم سافروا الفيوم من غيري. طبعا انا هنا انهارت عياط، انهارت. يعني انا بجد بجد كان بقالي كتير جدا معيطش عياطه زي كده، كأني يا جماعه بعد الشر بعد الشر حد مات لي مثلا، للدرجه دي. انا بجد عيطت جامد جدا، انهارت. وانهارت مش عشان هما بس راحوا الفيوم من غيري، بس عشان بصراحه يعني بفتح معاكم، يعني قصدي I'm opening up to you، مش عارفة دي ترجمتها ايه. بصراحة اللي خلاني كده اعيط جامد جدا، ان انا كنت حاسة ان انا بونبوناية العيلة، وانا ما يقدروش يسافروا اي حتة من غيري، انا جانا يعني. ده يعني تمام، انا الحتة دي اتكسرت فيا من ساعة ما جيت الجامعة. حسيت اللي هو عادي، انا انسانة عادية زي اي حد ما بين المجتمع، لكن في عيلتي انا مش زي اي حد. انا جنى، انا اصغر واحده، والدلوعه والصغنطوطه فاهمين، بونبونايه العيله. انا فعلا كنت حاسه بكده طول عمري، لحد السنه دي، لحد اللحظه دي، لحد ما عرفت ان هم سافروا الفيوم من غيري. بس قلت لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ ازاي هان عليكم انكم تروحوا وانا قايله لكم ان انا هتضايق لو رحتوا؟ ازاي هان عليكم؟ انتوا ازاي عرفتوا تتبسطوا؟ والله العظيم انا كنت بقول لهم كده بالحرف يا جماعه، انتوا ازاي عرفتوا تتبسطوا؟ ازاي واتبسطتوا فعلا؟ قدرتوا تتبسطوا من غيري؟ وانا قاعده اعيط. بس قعدت اقول لهم
انتوا جرحتوني، انتوا كسرتوني. وقاعدة بقى ماسكاهم، انا جمعت العيلة كلها تمام، انا استنيتهم كلهم لحد ما اتجمعوا، وقمت كده قعدت اهزقهم كلهم كده مع بعض. ما هزقهمش يعني، هو انا قعدت اعيط قدامهم كلهم، قعدت انا اللي اتهزق تقريبا. بس كان موقف مضحك بصراحة. وانا عارفة ان انا افورت، بس انا افورت عشان دي كانت لحظة ادراك انه ياه الدنيا مش هتقف عليا. بس ساعتها فعلا ادركت انه خلاص، يعني هم قعدوا يقولوا لي حجتهم يعني كانت ان يا جنى ما فيش رحلات للفيوم الا يوم الجمعة، رحلات الفيوم بتتعمل بس الجمعة، واحنا ما كانش عندنا فرصة تانية، و يعني ما كانش فيه جمعة تانية احنا كلنا هنبقى موجودين فيها، فهي دي كانت الجمعة الوحيدة اللي يقدروا يروحوا فيها. بس وطبعا ده اكسكيوز مقبول طبعا، ولكن هو مش مقبول بالنسبة لي انا. بالنسبة لي تلغوا السفرية طبعا في عقلي انا، تمام. او قلت لهم نروح لوحدنا، مش لازم نروح مع شركة يعني. بس المهم قالوا لي انه ايه صعب ان احنا نسوق هناك. ومع الاسف دي حجة برضو معقولة جدا، مع الاسف الشديد يعني ان ما ينفعش احنا نسوق لوحدنا للفيوم عشان طرق غريبة. مهم، ولو ينفع يا جماعة لو سمحتوا قولولي عشان اروح اكمل معاهم الخناقة. انا لحد دلوقتي شايلة منهم بصراحة، بجد اتضايقت اوي. المهم يعني، فده كان موقف بسيط، مش بسيط بصراحة بالنسبة لي، ما كانش بسيط، بس ده كان موقف يعبر عن قد ايه فعلا الدنيا ما بتقفش عليكم حتى مع عائلتكم. تخيلوا عشان رحلة الفيوم مش هتتكرر في اي جمعة تانية هياخدوها، مادام دي الجمعة الأخيرة، حتى لو انتوا ما جيتوش من السفر هيروحوا الرحلة من غيركم، تمام. فالدنيا مش بتقف على حد، فدي ممكن بقى تتكرر في مواقف تانية يعني عادي جدا. آم، بس فدي كانت حاجة، برغم بساطة الموقف إلا إنه صحاني وفوقني لحاجات كتيرة بجد والله. لا يعني فعلا ساعتها أدركت إنه فوقي، يعني مش للدرجة دي، فوقي هو عادي يعني. الدنيا مش هتقف عليكي، بس مع الأسف يا ريتها تقف عليا بجد، استغفر الله. المهم لازم نكبر كده، لازم نكبر، ما بحبش كده بس لازم اكبر بجد. المهم دي اول حاجة، الدنيا مش هتقف عليكم. تاني حاجة انه الدنيا دار، لحظة واحدة، دار كبد، كب دار بلاء. انا اسفة جدا، دار بلاء. الدنيا دار بلاء يعني الوجع والعذاب والصعوبات مكتوبة لكم، مكتوبة لنا كلنا، مش مكتوبة لكم انتوا بس، سوري. مكتوبة لنا، مكتوبة لكل واحد فينا. فخلق الإنسان في كبد تقريبا، والدنيا دار بلاء، الاتنين دول بنفس المعنى تقريبا. المهم الدنيا مش مخلوقة عشان احنا نقعد بقى يعني أصل الدنيا هو التعب مش المتعة، تمام. فكده كده الوجع مكتوب لنا والسفرينج. ايه هو السفرينج؟ هي مش تعب بس سفرينج، المجاهدة تقريبا، صح؟ المجاهدة هي سفرينج. المهم المجاهدة مكتوبة لنا كده كده، فما فيش مفر منها. فانتوا احسن حاجة، او احنا يعني بلاش انتوا، انا دايما في الحاجات اللي فيها وجع لو تلاحظوا بقول انتوا، بحاول اطلع نفسي. شايفين انا بهرب بفلفص. لا بس المهم انا عشان بكلمكم يا جماعة بحبكم. المهم فايه، احنا نختار تعبنا، تمام. دي حاجة احنا كلنا عارفينها، اختار تعبك، اختار ما تعبك، اختار مش عارفة ايه. فعلا لان الدنيا دي كده كده هنتعذب مهما كنا بنحاول نعيش اللايف ستايل مرفه، ونحاول نرفه نفسنا وندلع نفسنا عشان احنا نستاهل، والجملتين دول مهما كان هتتبهدلوا، كلنا هنتبهدل، تمام، كلنا عادي، اتس اوكي. ف
يعني دي حاجة برضو أنا اتعلمتها، يعني مفيش داعي بقى للتمثيل بقى ونقعد نرفه نفسنا وندلع نفسنا على الفاضي وعلى المليان، لأن كده كده هنتعذب. حتى لو احنا قاعدين بنحاول ان احنا ندلع نفسنا وقاعدين نقول لا انا مش عايزه اشتغل، مش عايزه اعمل اي حاجه، عايزه اخد فتره كده ما اعملش اي حاجه فيها. انا مش بتكلم عن الفترات بتاعه الراحه اللي هي الفترات الطبيعيه اللي لازم ناخدها بعد اي فتره تعب ومذاكره او شغل يعني كتير وكده، لا دي حاجه احنا فعلا نستحقها. انا بتكلم على عامه، ان فجأة كده او قايلة لا انا عايزة ادلع نفسي واقعد بقى ما اشتغلش واهمل في كل مسؤولياتي. مفيش حاجة اسمها كده. ما حتى لو عملنا كده، يعني دايما انا بلاحظ ان في الاوقات اللي بيكون عندي فيها وقت فاضي كتير وانا مش بستغل الوقت ده، يعني انا حرفيا بضيع وقتي. تمام، في الاوقات اللي انا بضيع وقتي مش بكون بريح من حاجة. في الاوقات دي بلاحظ ان انا نفسيا تعبانة اكتر من لما اكون عندي شغل كتير جدا وقاعدة بشتغل ومسحولة في الشغل وكده. فهمتوا؟ ودي مشهور ان كل الناس كده فيها. يعني لما تكون، يعني الفراغ اوحش من الشغل، الفراغ اوحش من الشغل الكتير. ماشي، هي دي الزتونة. النقطة اللي بعدها مش عايزة اطول، بحاول بجد ما اطولش يا جماعة، بس هو كده it happens كده، اللي هو انا قاعدة بتكلم فبقول اللي بيخطر على بالي، اعمل لكم ايه؟ خلاص. المهم، معلش انا توترت عشان بقى عندي listeners. recently بقى عندي listeners كتير، يعني مش كتير بس قصدي زادوا شوية، فالموضوع موتر شوية يا جماعة بصراحة. بس anyways يعني معرفش لو انتوا بتسمعوا لحد هنا، بس anyways let's continue سوا. تالت حاجة كانت ايه؟ كانت حاجة مهمة برضو. ان احسن لحظات الواحد بيستمتع فيها، او اكتر لحظات الواحد بيحس ان هو بجد سعيد فيها، هي اللحظات اللي بتكون وسط شغل وكفاح جامد جدا. يعني حتى انتوا حاولوا كده تلاحظوا امتى كانت اسعد لحظات قضيتوها، وبعدين لاحظوا الكونتكست او الحاجات اللي حواليها. الكونتكست، يا رب تكونوا فاهمين يعني ايه كونتكست. تمام، الكونتكست بتاعت الايام دي، ساعتها الايام دي كانت ايه، كان عندكم ايه، ولا كنتوا بتعملوا ايه في الايام دي. هتلاحظوا ان دي كانت الايام اللي انتوا كنتوا بتشتغلوا فيها اكتر ايام، او من اكتر الايام اللي انتوا كنتوا مفحوتين فيها شغل. ودي كانت لحظات كده زي ايه النقط زي السبرينكلز كده اللي بتبقى على الكيكة، او زي الايه حاجة كده نازلة تطري، مش سبرينكلز سوري، ده ما كانش وصف دقيق، بس حاجة نازلة تطري زي كوباية، زي قصدي معلقة السكر وهي نازلة على كوباية شاي مرة. ماشي، ده اكتر وصف عرفت اجيبه في لحظة. تمام، المهم، فلحظة كده بتنزل تسكر جامد قوي حاجة كانت مرة قوي، وساعتها بتحسوا بجد بأكتر تسكيرة. I hope ان انتوا فهمتوا اللي انا بقوله. ماشي، دي حاجة فعلا انا قريتها في كتاب وماما قالتها لي، وانا كمان ادركتها لما قعدت اراجع فعلا لحظاتي، اسعد لحظاتي. يعني من اسعد لحظاتي هي اللحظات اللي بقضيها في الاجازات الصغيرة، مش اجازة الصيف surprisingly. يعني لما قعدت اراجع، حتى قبل كده كنا قاعدين انا ومامتي واختي وقاعدين ايه بنتكلم كده راندملي، ففي مرة كنا بنقول انه اسعد اجازات او اكتر اجازات بنتبسط فيها انا ومامتي، لان انا مامتي برضو بتشتغل في السعودية وانا في تركيا، فلما بننزل اجازات بننزل مصر، نتقابل في مصر. فايه كنا بنقعد نتكلم انه اسعد اجازات هي الاجازات الصغيرة اللي في نص السنة وكده، مش اجازات الصيف. اجازات الصيف اوكي بتبقى حلوة وفن وكل حاجة،
بس بجد اجازات الشتاء او اجازات نص السنة وكده they hit differently كده، اللي هو طعمهم مختلف كده، بيكون فعلا فيهم سعادة حقيقية اللي هو بنكون محتاجينها قوي بعد شغل. يعني بتكون كده في وسط الشغل ووسط الدراسة ووسط الكفاح والجد وفجأة كده ايه اجازة كده نسافر كده، بتبقى طعم مختلف. فاهمين؟ السعادة بتاعتها بتبقى اعلى من السعادة بتاعت الصيف، اللي هو احنا طول الصيف فاضيين، بيكون كده مش نفس الطعم. فاهمين قصدي؟ اعتقد ان الرسالة وصلت يعني يا جماعة. فدي كمان كانت تالت مسج، ودي actually تقدر يعني بتوصف قد ايه فعلا قد ايه فعلا يعني انه هي دي سنة الحياة والكفاح كده. المهم انا عايزة انام جدا، فهبتدي اخرف دلوقتي. احب انهي الحلقة بآية انا قبل كده قلت تفسيرها، وما اعتقدش ان انتوا برضو سمعتوا الحلقة دي، انا مش فاكرة كانت في انهي حلقة، بس انا هعيد تاني. وهي آية إن مع العسر يسرا. دي تفسيرها مش معناه مش إنه بعد كل عسر يسر، لا، مش بعد كل موقف صعب نور، لا، هي معناها إن مع اليسر عسر. سوري أنا أسفة، استغفر الله العظيم. مع العسر يسر، تمام؟ يعني مع كل موقف صعب بينزل معاه في نفس الوقت الحاجة اللي الطريق أو اللي تهونه علينا، بينزل مع كل صعوبة الصبر بتاعها والحلويات ومعلقة السكر بتاعتها. فدي حاجة أنا بجد كانت علمت فيا أوي وحبيتها أوي، يعني أول ما عرفت تفسيرها الصح وعجبتني أوي. ودي كمان it matches كل اللي احنا قلناه في الحلقة دي. شكرا، باي.